بعد ما عدى 5 حلقات من مسلسل متر. تعال اقول لك ليه المسلسل ده هو اكتر مسلسل ساحلني الفتره دي. انا عاده اي عمل عن الجيل بتاعي او جينزي او كده بيطلع وحش وبيقفلني جدا، مبقاش حابب اشوفه. انما هنا في المسلسل ده حصل العكس، انا مندمج جدا مع المسلسل وعجباني الاحداث قوي. وبصراحه انا عاجبني كده شخصيه اولهم تيا اللي بتلعبها ياسمين العبد. الشخصيه حلوه قوي، الستوري بتاعتها والقصه بتاعتها مميزه جدا. اداء ياسمين العبد للشخصيه عاجبني جدا برضو، موفقه قوي. وعاجبني برضو شخصيه يزن اللي بيعملها زياد زازا. وعامه انا متفاجئ ان زياد مأدي وعامل شغل كويس فشخ بصراحه. وبرضه عجباني شخصيه ادهم اللي بيعملها يوسف رأفت. الشخصيه القصه بتاعتها دسمه قوي، فيها كم شخصيات كتير وفيها تفاصيل كتير قوي حلوه بصراحه. عجبني قوي القصه، عجبني قوي الاحداث اللي احنا فيها، عجبني قوي السياق الجماعي اللي احنا بندور فيه ده. مش شايف افوره ومش بنحاول نحشر الحاجات الجين زي دي اللي هي طرش ماتشا، الحاجات اللي بتحط في المسلسلات المصري دي. فاوفرول انا لحد دلوقتي مبسوط بالمسلسل جدا جدا جدا. لو انت متابع مسلسل ميد ترم اكتب رايك تحت في الكومنتات، وما تنساش اللايك والفولو والشير، وبس كده.